لو انت شغلك كله بالليل وسهران طول الليل، فدول 10 حاجات تعملهم تخليك تظبط بيهم نومك من غير ما تبوظ الدايت. واول حاجه عايزه اطمنك بيها، مش معنى ان انت شغلك بالليل ان انت مستحيل تخس او تنام كويس، هو كل الحكايه ان انت محتاج بس تمشي بطريقه مختلفه، ودول اهم 10 حاجات. اول حاجه، ثبت مواعيد نومك حتى ايام الاجازات علشان الساعه البيولوجيه بتاعتك ما تتاثرش. نام اول ما ترجع من الشغل لان ده خلاص الليل بتاعك. خلي الاوضه بتاعتك ضلمه كحل حتى لو النور داخلها من كل حته. 5، الكافيين خليه في اول الشفت بس، بلاش كافيين قبل النوم من 8 ل 10 ساعات. 6، كل اثناء الشفت وجبات منتظمه وما تقعدش عدد ساعات كبير من غير اكل، وفي نفس الوقت ما تاخدش سناكس حلويات او حاجات غير صحيه. 7، ركز ان كل وجبه يكون فيها بروتين كفايه علشان ده بيزود الشبع وكمان بيحافظ على العضلات اثناء الدايت. 8، اشرب ميه كتير قوي طول الشفت، بس قلل الميه شويه في اخر الشفت علشان ما تفضلش تصحى كل شويه وانت المفروض تنام. 9، اول ما تصحى ولع كل انوار الشقه وتعرض لضوء قوي، لان ده بيعرف عقلك ان احنا خلاص صحينا حتى لو انت صاحي الساعه 9 بالليل وهتبدا لسه شفت جديد. 10، لو انت عندك يوم او 2 اجازه ما تقولش انا هفضل صاحي طول النهار وهنام بالليل، لان انت اصلا من اول الاسبوع هترجع تاني سهران طول الليل ونايم طول النهار، فاللخبطه اللي هتعملها اليومين دول هتخليك ترجع تاني تبدا من الصفر. ولو رغم كل اللي احنا قلناه ده لسه عندك مشاكل ومش عارف تنام كويس او بتشخر كتير وانت نايم، دايت مش جايب نتيجه، لازم ترجع على طول للدكتور بتاعك علشان نشوف المشكلة فين وناخد العلاج المناسب. وبس كده، انا دكتور ندى عادل ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.